بالكم يمي جزاكم الله خير. هذا محمد ابن بشر الحضرمي التحق بمعسكر الإمام الحسين سلام الله عليه بليلة العاشر. كان عنده ولد، هذا الولد شاب مرتب جميل مؤدب بار، وهو قاعد ويا الإمام الحسين قريب عنه مع يعني في ليلة العاشر ومع الأصحاب وكذا. قيل له في ليلة العاشر قد أسر ابنك، يعني ابنك أخذ أسيرا في ثغر الري لعله إيران. فقال منو هذا؟ محمد بن بشر الحضرمي. قالوا له هو قاعد بليلة العاشر ويا الإمام الحسين، قالوا له يا ابنك تأثر. شوفوا التضحية يا إخواني بالكم يمي. قالوا له ابنك تأثر في الري، فقال عند الله أحتسبه ونفسي. قال بعد شو اسوي؟ احتسبه عند الله تبارك وتعالى. ثم قال ما أحب أن يؤسر وأنا أبقى بعده. يعني معنى كلامه قال أنا لو كنت بغير هذا الحال مو يم الإمام الحسين أروح أرجع ابني من الأسر بطريقة وأخرى، أجيب هذا الابن من الأسر، أدفع أموال، شوف ايش أسوي، أحارب أجيب ابني. الابن تعرفون ايش قد غالي على الإنسان إخواني، ايش قد غالي ظنه عزيز. فقال بس أنا بعد يم الحسين يهون ابني خليه يروح. فالإمام الحسين سلام الله عليه سمع هذه الكلمة من عنده، فقال له الإمام الحسين رحمك الله أنت في حل من بيعتي. إيش قال له؟ قال له روح فاعمل في فكاك ابنك. قال له يا محمد ابنك أسير وأنت تقول أنا لو موجود كان رجعته، بس ثاني يم الحسين روح لابنك رجعه، أنت في حل من بيعتي فاعمل في فكاك ابنك، ما عندي مشكلة وياك. انتبهوا إلى الجواب، شوفوا هذا الجواب، هذا جواب الإنسان الشيعي المضحي الحقيقي اللي منتمي فعلا لأهل البيت وفعلا يقدر قيمة هذه الولاية ونعمة أهل البيت صلوات الله عليهم. اسمعوا جوابه وانتم سامعين جوابه من قبل لا نسمع الجواب. أحس مو كلش ذاك الهدوء والانتباه، فصلوا على محمد وآل محمد. فقال له روح جيب ابنك وانت في حل من بيعتي تركني. أجاب هكذا بشر بن محمد الحضرمي قال أكلتني السباع حيا إن فارقتك يا أبا عبد الله. الله أكبر، شنو من عقيدة، شنو من شجاعة، شنو من إصرار، شنو من ولاية. أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك يا حسين يا أبا عبد الله. شنو ابني، شنو أرجعه؟ دققوا في العبارة، يقول أكلت، يقدر يقول له أبو علي مثلا إن شاء الله أموت ولا أروح، يقدر يقول له، بس شوف شو يقول له أكلتني السباع، كيفية الموت فيه أذى. أكلتني السباع وبيا طريقة مو ميت حتى ميت أذى، لا أكلتني السباع حيا، يعني إنسان هو حي وتجي السباع تنهش جسمه. إن أنا تركتك يا أبا عبد الله، شلون أتركك يا حسين؟ ونحن الشيعة إن شاء الله، أنتم شيعة أهل البيت كذلك، ولنا في ذلك مواقف كثيرة وكثيرة. في زمن صدام لعنة الله عليه والأحبة خدمة الحسين كلهم أكبر من عنده يدرون إيش قد كان الأمن يراقب اللي يسوون مجالس، بس تركوا المجالس؟ لا ما يتركوها، يرحون مشي، اللي يلزموه يقطعون ايده يقطعون رجله يقطعون لسانه، ترك المشي لا يروح يضمد ايده ثاني سنة يرجع الى ان يقتلوه، يجي ابن ابنه، وهكذا الشيعة ما تركوا الحسين ابدا. كم تعرضوا للظلم والاذى من بني العباس وبني أمية بني العباس الطغاة إلى الملعون صدام لعنة الله عليه.
اذا يجيبون انسان يحطوه بالحوض مال التيزاب، حوض مال تيزاب، يجيبوه يذبوه به يخلوه يتقلى الى ان يروح. هذا شو مسوي؟ بس يزور الحسين. خو يقدر يوقف على الحوض يسب الحسين ويقول لهم انا بعد ما ازور، بس لا عنده عقيده بالحسين،